ما دخلتش مدرسة، بس طلبت اقرا الانجيل، ربنا اعطاني نعمة. انا قريت الكتاب المقدس ده 4 مرات من التكوين للرؤيا وما بعرفش اكتب، بس بتغذى بيه كل يوم. بقول لكل الناس اللي ما بيقراش انجيله محروم من غذاء جامد للروح. لان انا فكرت احنا كلنا حاجتين، جسد وروح. مين شايل التاني في الاثنين؟ الروح شايله الجسد. لو واحد روحه طلعت الجسد ملوش ريحته هتجري بالدم يترمى. فكرت طب ليه انا بهتم بالجسد ده وسايب الروح؟ بعمل ايه للجسد ده؟ بفطره واغديه وعشيه واحلله التورتات والمكسرات واديله كل اللي عايزه. فين غذاء الروح؟ في الانجيل معلمنا مرقس الرسول 4:4 ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. طب مين بيوم الصبح يفطر فول وطعميه ولا جبنه وزيتون بيجيب انجيله جنبه يفطر روحه ايه من متى ولا لوجا؟ بعد الفطار بيدور على برتقانه تفاحه يحلي للجسد. فين غذاء حلاوه الروح؟ من مزامير داوود النبي الحلو. فطبعا نحل بمزمورين 3. بنبص على المرايه نظبط التيشيرت على البنطلون. طب فين زينه الروح عشان الناس تشوف فينا المسيح؟